وغادي نحل معكم حتى تشوفوا كيف جات من داخل. شفتوا كيف جات؟ كتجي معلكه وزوينه بزاف ورطبه. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه ديال الغريبه المعلكه اللي بزاف ما كتصدقش اليوم. فهذه وصفه ناجحه غريبه اللي كتجي زوينه بزاف ومشقه كيف ما كتشوفوا، كلها تبارك الله مشقه. وغادي نعطيكم في هذا الفيديو هذا الاسرار ديال النجاح ديالها، من التخلاط ديال المقادير ديالها حتى الطياب. فخليكم معايا تعرفوا على مقاديرها وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. نقولوا بسم الله ونبداو بالمكونات اللي عندنا. عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي دخلته الفران غير صهد شويه، ماشي تحمر كاع ولكن غير صهدته شويه. عندي هنايا كاس ديال سكر سنيده ما يعادل 150 غرام، جوج بيضات، واحد الخماره وفاني. عندي معلقه كبيره ديال الكونفيتور وقبيصه ديال الملحه. صافي غادي ندوز دابا. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نطحنوا هذا الكاوكاو. ندوز دابا نطحن الكاوكاو. نطحنوا انا بالقشره ديالو، الا بغيتو ديروا نص بالقشره والنص بلاش حتى هو مزيان. المهم غادي ندوز نطحن بكميه بكميه. من بعد ما طحنت هذاك الكاوكاو كامل نديرو لها هذا الاناء هذا. غادي نزيد عليه هذاك السكر سنيده، كاس ديال السكر، وهذاك السكر فاني. صافي وغادي نخلط هادشي مزيان ونعاود نطحنو المره الثانيه باش غتخلط لي ديك السنيده مع الكاوكاو مزيان ويتعلق. صافي دابا غادي نرجع نطحنو. صافي هنا كملتو الطحين. شوفوا كيف كيتعلق، كيجي معلق، وهذيك السنيده صافي كتذوب مع الطحنه الثانيه. شفتوا كيفاش كيولي الكاوكاو؟ جبت واحد القصريه فاش غادي نخدم. غادي نخوي داك الكاوكاو اللي طحنت مع السكر، نزيد عليه هذيك الملحه وديك المعلقه ديال الكونفيتير. هذا الكونفيتير هو اللي كيدير لنا ديك التعليكه في الحلوه منين كطيب. غادي نزيد واحد الخماره 800 غرام، وغادي ندير البيض. غادي ندير البيضه الاولى صافي، وغادي نخلط. غادي نزيد البيضه الثانيه حتى غادي نشوف القوام ديال هذه الحلوه كيف داير. عاد ديك الساعه نشوف واش غنزيد البيضه الثانيه ولا لا. وغالبا غنزيدها لحقاش هاد الحلوه ديما مولفه ندير فيها جوج بيضات في نص كيلو. من طبيعه الحال الا كانت المقادير مدوبله راه كديروا 4 البيضات، 2 كيسان السكر، كيلو د الكاوكاو، 2 خميرات. المهم غادي نزيد بيضه، هي 2 بيضات في نص كيلو ديال الكاوكاو. غادي نخلطها مزيان. صافي غادي ندخلو داك البيض مزيان.
صافي كتولي لنا بهذا القوام هكا. قيسوها باليد الاخرى اللي كتكون نقيه. جبت واحد الطبسيل اللي غادي نغربل فيه سكر كلاصي. السكر كلاصي ضروري يكون سبيسيال. وضروري كذلك ما نغربلو. البسيل الاخر غندير فيه شويه ديال الماء الزهر. دابا غندير يدي في الماء الزهر وغادي نهز شويه من هاد العجينه ديال الكاوكاو وغادي نكورهم بحال هكا ونحط في السكر كلاصي. المهم الحجم راه كيبقى حسب الذوق، يعني بغيتو غريبه كبيره كتكبروهم، بغيتها شويه صغيره كتصغروا الكويرات. المهم غالبا تقريبا كندير فيهم ديك 18 غرام حتى ل 20 غرام. المهم كنكمل نكور هكا الكاوكاو ونديرو في السكر كلاصي حتى غندير واحد الكميه، عاد كنرجع نفندهم مزيان ونحطهم في الطاوه. هاد الشكل هكا. انا يعني موجده الطاوه اللي مفرشه عليها هاد بابي كويسون صافي. كنرجع لهاد الكرات ديال الكاوكاو وكنفندهم مزيان هكذا في السكر كلاصي بهاد الشكل هكا. هكا كنضغطوا عليها هكذا من الوسط بحال هكا صافي نحطوها في الطاوه بهاد الشكل هكا. نفس الشيء غنديرو لهاد الاخرين، كنفندوها مزيان من كل الجوانب بالسكر كلاصي هكا وكنضغطوا عليها هكا بالصباع الكبير ونحطوها في الطاوه هكا. صافي انا غادي نستمر بحال هكا حتى غنكمل هاد الحلوه اللي عندي كامله. دابا من بعد ما كملت التشكيل ديالها خرج لي هاد نص كيلو هاد جوج طاوات هادو صافي. دابا غندخلها للفران، وهذه من اهم اسرار ديال النجاح ديال الغريبه المعلكه. والفران خصو يكون سخون مزيان مزيان. بالنسبه للفرن الغاز كنسخنوه مزيان قبل وكندخلوا الحلوه ديالنا لتحت، كنشعلوا كل عافيه لها غير من الفوق حتى كتشقق واحد المده ديال 15 دقيقه وكنطلعوها الفوق، يعني ما كاملاش واحد 2 دقائق صافي وكنحيدوها. بالنسبه للفرن الكهرباء انا كنشعل التحت والفوق وكندخل الغريبه ديالي مده ديال 15 دقيقه كطيب وكنخرجها ونتلاقاو باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالها. شوفوا الغريبه بكثره ما عجباتني، قلت الله تنوريها لكم قبل ما نكمل الطياب الطاوه الاخرى. شوفوا كيف جات واعره واعره بزاف ومشقه وزوينه. المهم انا ما صبرتش نطيب الاخرى، قلت نوريكم هذه بين ما طيب الطاوه الاخرى نوريهم لكم كاملين. شوفوا التشققات ديالها كيف دايره، خطيره. هذه الطاوه الثانيه من بعد ما خرجتها من الفران، شوفوا لي حتى هي كيف جات، خطيره صراحه. الطاوه احسن من الاخرى، كتجي زوينه بزاف. شوفوا التشققات ديالها كيف دايرين. وهذه الاولى هاد الكميه ديال نص كيلو ديال الكاوكاو كتخرج كميه لا باس بها، تقريبا واحد 40 حبه ديال الغريبه. شوفوا كيف جات. نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ودعموني بواحد اللايك واشتركوا في القناه ديالي وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. والسلام عليكم والى فيديو قادم بحول الله. وغادي نحل معكم وحده تشوفوا كيف جات لداخل. شفتوا كيف جات، كتجي معلكه وزوينه بزاف ورطبه.
بالنسبه للاحتفاظ كنحتفظوا بها هكذا في علبه، كنستفوها هكذا غير كتبرد وكنستفوها في علبه محكمه الاغلاق صافي، وكنحتفظوا بها كتبقى لنا معلكه ورطبه وزوينه.